بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ سلسلتنا الجديدة وهي سلسلة بطولات كسبها الأهلي في هذا الشهر. السلسلة دي هتبقى عبارة عن 12 جزء. كانت 4 بطولات. الجزء التاني من سلسلة بطولات الأهلي في هذا الشهر وبطولات الأهلي اللي كسبها في تاريخ شهر إبريل. كانت 6 بطولات تقريبا. كانت أول بطولة في تاريخ النادي الأهلي. تخيلوا بقى، يعني شهر إبريل ده يعني شهر عزيز جدا على النادي الأهلي. الجزء التالت من سلسلة بطولات الأهلي في هذا الشهر هنتكلم في الجزء ده عن البطولات اللي كسبها الأهلي في تاريخه في الشهر مايو بالتحديد. وأنا نزلت من السلسلة دي جزئين، الأول كان في مارس والتاني كان في إبريل. يلا بينا. الحقيقة إن البطولات اللي كسبها الأهلي كانت 3 بطولات، فتعالوا نقولهم. يلا بينا. البطولة الأولى كانت الدوري المصري موسم 2004-2005. تاريخ الحسم كان يوم 22 مايو 2005، ومباراة الحسم كانت أمام إنبي. انتهت المباراة بنتيجة 1-0 الأهلي بهدف عماد متعب. الموسم ده كان موسم اللا هزيمة تاريخي. وانا ذكرت البطولة دي في حلقة مانويل جوزيه، يبقوا ادخلوا شوفوها. البطولة الثانية بطولة كأس السوبر الأفريقي، وده كان اللقب السابع للأهلي في تاريخ البطولة دي. والمباراة النهائية كانت يوم 28 مايو 2021، وكانت أمام نهضة بركان المغربي، وانتهت بنتيجة 2-0 للأهلي. والمباراة دي كانت على ملعب جاسم بن حمد القطري في قطر. واللي سجلوا في المباراة دي هم محمد شريف وصلاح محسن تحت قيادة المدرب الكبير الجنوب الأفريقي بيستو موسيماني. ولو عايزين نعمل حلقة عنه اكتبولي في التعليقات. البطولة الثالثة والأخيرة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وده كان اللقب ال12 والأخير في تاريخ النادي الأهلي. والمباراة النهائية كانت يوم 25 مايو 2024، وكانت ما بين الأهلي والترجي التونسي. انتهت بنتيجة 1-0 إيابة في القاهرة بعد التعادل 0-0 في تونس. واللي سجل في المباراة دي هو رامي ربيعة، وكل ده كان تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. وانا عامل لكم عنه حلقة انما كانت جامدة قوي، ضرب نار. بس كده خلصنا الحلقة. لو عجبتك اعمل لايك وفولو، وان شاء الله الحلقة الجاية تكون احلى من دي بكتير. حسيتوا بحاجة انتوا؟ دقيقتين اهو. حسيتوا انتوا بحاجة؟ طب السلام عليكم، وان شاء الله الحلقة الجاية تكون احلى من دي بكتير.